كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقبل ما نروح خلاص تصلي اهو صلاة العيد، عايزة اقول لكم على شوية حاجات لو عملتوها تاخدوا حسنات كتير قوي. الحاجات دي من المستحبات ومن السنن، فلو عملتوها بجد هتكونوا بتقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة الاغتسال. عارفين حمومة العيد؟ حمومة العيد دي لو انتوا خدتوا كده نية ان كنتوا بتعملوها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هتاخدوا عليها حسنات. الاستياك، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم السواك في تنظيف اسنانه. احنا دلوقتي بنستخدم الفرشة والمعجون، انتوا برضو لو عملتوها بنية اقتداء للنبي هتاخدوا عليها حسنات. تالت حاجة التطيب. التطيب يعني حبة مسك كده، حبة عود، حاجة ريحتها حلوة، بس لو انت امرأة يعني ابتعدي عن الموضوع ده. اما لو الرجل فلا، ممكن تحط عادي عود او مسك تكون ريحتك حلوة كده وانت رايح المسجد. ومش معنى انك انت امرأة ان تبقى ريحتك وحشة، انا ما قلتش كده. احنا بنستخدم في الاغتسال معطرات للجسد، وبنستخدم كمان